وفي خبر عاجل، أرقام تاريخية للاقتصاد الجزائري في عام 2026. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع إلى 318 مليار دولار. كشفت البيانات النهائية لصندوق النقد الدولي IMF عن تحقيق الجزائر لمستويات نمو غير مسبوقة، واضعة البلاد في صدارة الاقتصادات الأكثر ديناميكية في إفريقيا. أبرز المؤشرات الرقمية لعام 2026: حجم الاقتصاد، الناتج المحلي الإجمالي استقر عند 318 مليار دولار. نصيب الفرد الجزائري قفزة نوعية في حصة المواطن من الثروة لتصل إلى 6628 دولار، بزيادة قدرها 582 دولار مقارنة بالعام الماضي. معدل النمو، الحفاظ على نمو حقيقي ثابت قدره 4%، متجاوزا جميع التوقعات السابقة. كبح التضخم، نجاح استراتيجي في تثبيت التضخم عند مستويات آمنة تدعم الإنتاج والاستهلاك. تنويع الاقتصاد، القيمة المضافة خارج قطاع المحروقات كانت المحرك الأساسي لهذه الطفرة، مما قلل التبعية لتقلبات أسعار الطاقة. بهذه الأرقام تفتك الجزائر المركز الثالث إفريقيا من حيث حجم الاقتصاد، وتؤكد تحولها إلى قطب صناعي وتجاري محوري في حوض المتوسط والقارة السمراء. سؤال حلقتنا اليوم: بناتج محلي يتجاوز 318 مليار دولار، كيف ترون انعكاس هذه القوة الاقتصادية على مكانة الجزائر في الاستثمارات الدولية الكبرى؟ شاركونا بإجاباتكم في التعليقات.